عمر الأهلي، والحلقة الجديدة حلقة قمة، حلقة كأس العالم مونديال 2025. النهاردة يا جماعة هنتكلم على مجموعات الفرق، هنتكلم على مجموعات، بس مجموعات وقعت مع فرقة جامدة. بس النهاردة هنتكلم هي حكاية كأس العالم مونديال 2025. فاكرين المرة اللي فاتت قلت لكم ساعة ما كأس العالم للأندية، ساعة ما الأهلي كسب نادي اتحاد جدة السعودي والأهلي البصري كسبوا، كام بقى يا معلم؟ كسبوا 3-1. قلت لكم ساعة ما الأهلي كسب اتحاد جدة فيفا نزلت إعلان للكأس العالم للأندية كل 4 سنين، وانتم ممكن طبعا تفتكروا الكلام ده. عملت الحلقة ليه؟ هو أول شخص عمل حلقة لكأس العالم في شهر 4 اللي فات ده، اللي فات خالص ده، اللي زمن بقاله كتير. بس النهاردة الحلقة دي لازم نعملها. الحلقة دي أي شخص لازم يتفرج عليها، أي شخص حتى هو بيعمل إيه لازم الحلقة دي تطلع لأي شخص. حلقة كأس العالم، حلقة كأس الانتركونتيننتال، حلقة كأس أبطال أفريقيا، حلقة كأس أبطال أوروبا، حلقة كأس أبطال آسيا، حلقة كأس الكونتيننتال الأمريكي، كأس الكوبا الأمريكا. بصوا هتلاقوا قصة كبيرة نزلت على أي شخص. بس النهارده عشان تتفرج على فيديو، تتفرج على الحلقة النهارده على قناة عمر الأهلي، يلا اعمل لايك وسبسكرايب. بص يا اسطى، هقول لك على كذا فرقه، هقول لك كذا منتخب، كذا يعني كذا افريقيا، من اسيا ومن اوروبا ومن امريكا، متجمعوا كام فريق. من امريكا خمس انديه من امريكا، من افريقيا 4 انديه، من اسيا 3 انديه، لا 4 انديه برضه، من اوروبا 12 انديه. احسبهم كده هيطلعوا معاك كام؟ هيطلعوا معاك 32 نادي داخل كأس العالم للأندية في 2025. يعني ده كل مجموعة في كل 8 مجاميع. بقول لك يا معلم اهدى معاك كويس، فكر معايا. كأس العالم بيتعمل 8 مجموعة، كان عاملة 4 صح؟ كان عاملة 4 مجاميع، كان كل أوروبا لوحدها وأفريقيا لوحدها وآسيا لوحدها وأوروبا أو أمريكا لوحدها. دلوقتي غيروا الموضوع، عملوا إيه بقى؟ أقول لك عملوا إيه؟ جابوا المجموعات دي كل مجموعة فيها 4 أندية، يعني اتقسمت على 8 أندية. أول مجموعة هي رقم 1، تاني مجموعة هي ثاني مجموعة، من أهم فيها الأهلي المصري برضك. ده الأهلي مترشح في المجموعة الأولى وخد من أندية المجموعة الأولى. يبقى الأهلي هيلاعب انتر ميامي، بس الكلام ده هنخليها بعد ما نخلص المجموعات. المجموعة الثالثة مجموعة جامدة جدا، مجموعة شديدة، ممكن تعمل قلبان في كأس العالم. المجموعة الرابعة جامدة جدا الصراحة، جامدة. المجموعة الرابعة دي صعبة شوية. المجموعة الخامسة هي المجموعة الخامسة فيها لعيبة أوروبا أصلا، يعني 2 أوروبيين، والباقي المجموعة الأولى المجموعة الثانية اللي فاتت أصلا 3 مجموعات، المجموعة الأولى المجموعة الثانية المجموعة الخامسة فيهم أوروبا. المجموعة السادسة يعني سهلة شوية، سهلة على مفتاح أوروبا كلها. اوكي. المجموعة السابعة المجموعة المهمة، المجموعة اللي هي خلاص هتتهين، يعني مجموعة صعبة اللي سهلة، مجموعة صعبة سهلة، يعني فيها الوداد، لا ما فيهاش وداد، فيها الوداد 15 سنة. المجموعة الثامنة
عشان تبقى خليك تفكر معايا. المجموعة الثامنة سهلة وصعبة بس شوية، بس النهارده أقول لك على الفرق اللي هتتعقل في كأس العالم. مرحبا بيك في كأس العالم 2024 2025 قناة عمر الأهلي. بص، وانت عشان تلحق تعمل تسجيل كأس العالم خش على جوجل بلاي، اكتب تسجيل كأس العالم مونديال.com FIFA.com، تكتبوا FIFA.com على اليوتيوب على جوجل بلاي. هتخش تشتركوا في التذكرة بتاعت الكأس العالم للأندية لمدة شهر كامل، لمدة 31 طيران على حساب أمريكا. ده في كمان حاجة جميلة جدا هيعملوها معاك، ده هيضيفوك جامد. وانت مصري طالبين من مصر، طالبين من السعودية، طالبين من آسيا، طالبين من أفريقيا، عاملين ليهم هديات جامدة، هديات جميلة. بس لازم 5 أشخاص من مصر، ولازم 5 من أفريقيا. أول 5 دولت، ال5 من مصر دولت هيطلعوا رحلة ببلاش. يعني ايه ده؟ هيطلعوا رحلة ببلاش من غير ما يدفعوا أي حاجة، والأكل على حساب أمريكا وكل حاجة على حساب أمريكا. أو إيه عايزين نكسب المسابقة دي. بص يا معلم، المسابقة دي ممكن تتعمل في كل سنة أصلا، تعمل كل 7 كل 4 سنين، يعني زي كأس العالم مونديال 2022. مش حصلت مسابقة قبل كده وقالوا هنطلع ناس قبل كده والكلام ده؟ هنطلع ناس، ما طلعوا ناس من غير فلوس، وطلعوا ناس من غير حتى معاهم أي جنيه، ونزلوا مصر ببلاش كمان يعني التسجيل نزل ببلاش وراحوا ببلاش. او يعني عايز ايه تاني؟ عايز اعرف اسمه برضه. FIFA.com، اكتبوا بالانجليزي FIFA.com 566. هتكتبوا عليه على جوجل، هتروح تحمل البرنامج. بعد ما تحمل البرنامج الشخصي هتروح تحمل البرنامج، هتلاقي القمة، هتلاقي تذكرة كده، هتلاقي التذكرة $5، هتلاقي التذكرة $100. وانت عايز بقى تقعد شهر كامل $100 يعملوا كام مصري؟ يعملوا 1000 جنيه. تذكرة تعمل مصري 1000 جنيه. اوكي، عشان ما تفوتيش طيارة هتتحسب مع التذكرة. اقول لك لا، لو انت مش مشارك في المسابقة دي اقول لك لا، التذكرة بتاعت الطيارة حاجة تانية، وتذكرة التيم حاجة تانية. يعني انت هتاخد تذكرة كأس العالم طيران على حسابك، وتذكرة الفيفا على حسابك، بس هينزلك معك اخفاض في الطيارة. الطيارة ممكن تعديها 5000 جنيه. طيارة عشان تروح أمريكا تعديها 5000 ل 6000 جنيه تذكرة، يعني مش حكاية 100,000 جنيه ولا 30,000 جنيه تذكرة عشان لسه رايح بلد. لا، خفضوا لها، خلاها 6000 جنيه مصري. السعودية بص يا جماعة، انتوا السعوديين ليكم خفاض عالي جدا، 5000 يورو 5000 يورو سعودي هيروح لكم، وهتروح تسافروا، وكمان لكم مجانات على الطيارات زي المصريين زي السعوديين. كل متاحة ل6 دول: مصر، السعودية، الإمارات، اليابان، جنوب أفريقيا. هم دولت مانشستر سيتي، ريال مدريد، دول اللي فتحاهم، اللي هي للقارات العملية، لقارات الأندية، فتح لهم الجائزة دي والقمة دي. عشان تبقى فاهم، خش FIFA.com 6563، وانت عايز تخش على المسابقة FIFA.com 53 57 53 57 53 57. حطوا اسمكم تحت اللينك بسرعة. FIFA.com 53 57. فيفا نزلت امبارح وقالت في مسابقة في التذاكر والطيران. يلا اعمل لايك وسبسكرايب وفعل الجرس. كأس العالم هتتعمل امتى؟ يا شهر 1 يونيو يوم 15.
المجموعة الأولى. المجموعة الأولى للكرة اللي وقعت تلا. الأهلي المجموعة الأولى برسبورتير بورتايو، الأهلي إنتر ميامي. المجموعة الثانية باريس سان جيرمان وإنتر مدريد وبونو وتوفرجو ترجي التونسي لا استواليو، نادي استواليو، بوكوايو الرزوي، كولورادوس فاسكي، أوكلاند سيتي. المجموعة الثالثة أوكلاند سيتي والفريق موغار مودافويو وبوكويتو بورتستافورد وأوكلاند سيتي. المجموعة الرابعة فلومينجي البرازيلي وتشيلسي وجومانيو مانوعا وترجي التونسي. المجموعة الخامسة باريس عمان، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، نادي ريال مدريد، الهلال، الكومبويوت، سباكترايت. المجموعة الخامسة. المجموعة السادسة، المجموعة لازم ما نقولهاش النهاردة خالص. المجموعة السادسة الأهلي هنتكلم على الأهلي والإنتر ميامي. دي الحلقة الواحدة، خلاص كده خلصنا كأس العالم كده. لكن كأس العالم نتكلم على الأهلي والإنتر ميامي والأهلي والنادي الهلال السعودي وريال مدريد. الأهلي المصري والنادي الإنتر ميامي اللي بس جاب كأس العالم، لا تيجي على الأهلي، اوعى تيجي على الأهلي، اوعى تعمل مع حاجة مع الأهلي، عشان لو عملت حاجة يعني بص الأهلي هيفنشك بطولات قارية توقعت مع الأهلي. الأهلي مع المجموعة السهلة جدا، يعني الأهلي يطلع من المجموعة دي بالسلام والسلام عليكم، أنا أطلع من المجموعة دي وأخش على ربع النهائي. يعني الأهلي خلاص، يعني هو هيلعب 4 ماتشات في المجموعة الأولى، كل مجموعة هتلعب مجموعة. يعني الأهلي هيلعب إنتر ميامي في مجموعته، نادي الأهلي وكسب إنتر ميامي هيلاعب نادي وولفز وهيلعبوا ده نادي بقى بولستو موبايليوس موبارسو هيلاعب إنتر ميامي، والإنتر ميامي كسب النادي ده هيلاعب الأهلي هيلعبوا مع بعض في ربع النهائي. يعني يلعبوا بص دي داخله كده في انتر ميامي، او الاهلي اللي كسب انتر ميامي الاهلي هيتحقق لدور الثمانيه اللي انتوا عارفينه، الدور التسعه ده، دور التسعه بعد الدور 10 بعدها ايه؟ خلصنا انتهينا الدور العشر، يبقى دي احنا داخلين او خلص الاهلي في الدور المجموعات ودخل الدور الثمانيه، او خلاص دخل في الدور الثمانيه. كل الانديه هتخش في الدور الثمانيه. انتر ميامي الاهلي الماتش عليه صعب، اقول لك حوالي الماتش هيبقى صعب شويه، الماتش هيتصعب قوي، الماتش يعني بشديد شويه. الماتش ده هيتلعب في ملعب دورقة نادي دوارقة يوم شهر يونيو يوم 15 2025 في استاد دورقيون. هتظهر قناة المحليات اللي هتزيد كأس العالم خلاص تقريبا النهارده. قناة اون تايم سبورتس، ايوه اللي بالك، قناة الاهلي، قناة NBC مصر، قناة بين سبورتس، قناة اس قناة ابو ظبي الرياضية، قناة اون تايم سبورتس 2، قناة بين سبورتس 2 3 5 4. دول اللي هيفتحوا كأس العالم على قناة بين سبورتس. أبو ظبي 1، أبو ظبي 2، أبو ظبي 3 على قناة الأهلي. قناة الأهلي لقناتين، قناة مشفرة وقناة عادية. القناة المشفرة قناة الأهلي 2، قناة الأهلي 1 اللي هي العادية اللي مش متشفرة. اوكي، في امريكا 5 قنوات هتذيع كأس العالم، يعني كأس العالم ده هيتذاع على 5 قنوات محلية عربية وعالمية. هي العالمية بين سبورتس، اون تايم سبورتس، واس وابو ظبي راديو.
وفيلم ام بي سي مصر. ام بي سي مصر دي ممكن ما تعملش في اي حاجه عشان دي فيها توتر عالي، فهمتني؟ فتوتر. اوكي، على قناة ان شاء الله 2025 اول ماتش اللي هو في شهر 1/5 افتتاح كأس العالم الأندية 2025. افتتاح كأس العالم للأندية شهر 1 يوم 5 2025 على قناة عمر الأهلي. فاتحين بس مباشر طول الباب 24 ساعة على قناة عمر الأهلي. استنوا الحلقة الجديدة في هي حلقة الحلقة جامدة جدا، حلقة انتركونتيننتال الجزء الثاني. ان شاء الله هنتكلم عن الاهلي ونادي فوكادو ونادي ريال مدريد. طبعا ريال مدريد وقعت مع نادي الهلال السعودي. هو المواجهة صعبة جامد. بص الصراحة بجد انا واحد اهلاوي مصري، بس بالذات الاهلي المصري مع انتر ميامي صعب وسهل. قال عليه سهل جدا على صعب الأندية. كأس العالم ده يبقى نفسين عالمية جدا وانتم عارفين الموضوع ده اصلا. نفسين عالمية على الآخر. بس شكرا لكم على الجرس، شكرا لكم على اللايك، شكرا لكم على الكومنتات الحلوة اللي انتوا بعتوها النهارده. ويلا نبدأ الحلقة. هي حلقة كيكو كوكو بنزل على قناة عمر دي الراما. يلا اكتب عمر دي الراما بسرعة تلاقي احنا بنعمل أفلام كيكو كوكو بنزل الجزء التاني نزل. يلا خش اتفرجوا على الحلقة بسرعة. يلا اعمل لايك. باي باي.